ده مولد البدوي او مولد السيد البدوي على حسب اعتقادك. يعني انا مش عايزك تركز مع الاشخاص، بالله عليك ركز مع الافعال. يعني في خلاف كبير حول شخصية السيد البدوي، والله ده خلاف عقيم. البعض شايفينه من اولياء الله الصالحين وبينسبوا ليه كرامات كتير، بيعتمدوا في ذلك ان بعض العلماء مدح البدوي في ترجمته، وبيكذبوا اي رواية بتنسبه لفسق او بدع او خرافات. في طائفة تانية بقى شايفين البدوي ده اكذوبة، وبينسبوا ليه انه كان تارك للصلاة، وكمان بيقولوا انه كان بيعمل خرافات كتير باسم الولاية. وانا مش عايزك تنشغل بالخلاف ده اصلا. الخلاف ده والله عقيم وتضييع للوقت. اقول لك ان هو لا يفيد الامة الاسلامية بشيء. لو كان الرجل ولي بالفعل فنحن نحبه في الله، ونتقرب لله بحب اولياء الله الصالحين، ندعي له بالرحمة وبنسأل ربنا ان يجمعنا بيه في جنات النعيم. الاصل في المسلمين اصلا حسن الظن به. لو كان الرجل غير الكلام اللي فات ده فنحن نبرأ لله منه. المفترض الموضوع ده يخلص عند كده والرجل امره لله. لكن خلونا في اللي احنا متفقين عليه، ان اللي بيحصل عند المولد بتاعه ده كل سنة جهل وخرافات. مفيش مسلم بجد يوافق عليه. رقص ومغنى وتطبيل وخزعبلات باسم الدين. عالم بيتطور في ظل ان الامة الاسلامية محاصرة من كل الجوانب. احنا لحد دلوقتي بنعمل موالد وبنرقص عندها. عايز اقول لك ان مفيش حد عنده علم او منطق او ذرة عقل يوافق على الكلام ده حتى لو كان مش مسلم. فلو انت من انصار ان البدوي بالفعل ولي، لازم تنكر المنكر اللي بيتعمل باسمه كل سنة. لو انت شايفه مش ولي، سيبك من مهاجمة الرجل اصلا رحمة الله عليه، لان ممكن تكون نسبت ليه روايات بتكذب عليه، تنسب ليه افعال هو بريء منها اصلا. او على الاقل لو قلبك مش جايبك تترحم عليه اقف على الحياد. قل لو كان وليا فنحن نحبه، ولو كان غير ذلك فنبرأ لله منه. لكن كلنا لازم نشتغل على انكار المنكر وتعليم الجهال وتخليص الامة من الخرافات. هذا الذي يرضي الله ويرضي رسول الله، هذا الذي يرضي البدوي لو كان بالفعل ولي. هو فعلا حرام احب خطيبتي؟ امال هتحب مين يا بابا؟ هتحبني انا؟ هو الحب يا ابني فيه حلال وحرام اصلا؟ الحب ده في القلب، يعني غصب عننا. ربنا بيحاسبنا على الافعال مش على المشاعر. انت واحد ابتغيت الخير والحلال، كلت البيت من بابه، حافظت مع خطيبتك على الضوابط الشرعيه، مفيش انفراد بيها ولا خروجات معاها ولا تلامس ولا اي شيء من الحاجات الحرام دي. خلاص انت كده تمام، انت كده في الحلال. حبيتها بقى ده غصب عنكم وده وضع طبيعي جدا. انفصلتوا لا قدر الله، كل الم في البعد عنها ما دام انت بتتقي ربنا وبتحافظ على عدم التواصل بتاخد عليه اجر. ما اصاب المؤمن من هم ولا غم الا وكان له فيه اجر. ممكن اتنين بعد ما يتجوزوا يتطلقوا ويفضلوا يحبوا بعض، ما دام بعد الانفصال بيتقوا ربنا وبيحافظوا على الضوابط الشرعيه يبقى هم بيؤجروا على ذلك، بياخدوا ثواب مش سيئات. لان القلب ده بتاع ربنا. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تحاسبني فيما لا املك. يعني قلبي. حديث بعض العلماء ضعفوه لكن معناه صحيح بالاتفاق. يعني تيجي تقول لي ما ينفعش تحب خطيبتك، امال هتحبني انا؟ هتحب السحنه دي؟ بلاش مثاليه فارغه بالله عليكم. احنا كده بنضيق على الناس الاسلام. الكتب اللي وراك دي بتاعت ايه؟ يعني انا امام وخطيب وبقدم محتوى ديني قدامك، هتكون الكتب اللي ورايا دي ايه؟ كتب طبخ مثلا تأليف الشيف الشربيني؟ هتكون بتتكلم عن قصة حياة أبلة فاهيتا مثلا؟ أكيد لا. ممكن تكون كتب ايه؟ استنتج كده. شاطر. كتب شرعية. كتب في الفقه والتفسير والحديث وهكذا. ربنا ينفعنا وإياكم بس بيها. السلام عليكم. انت قريت الكتب دي كلها اللي وراك ولا حطيتها زينة؟ لا قريتها، بس عايز اقول لك ان العبرة مش بالقراية. يعني واضح ان انت تعاملك مع الكتب او الهدف عندك من طلب العلم اخره في القراية. حاجة اهم من القراية وهي الفهم. ممكن واحد يقرأ كتب كتير وما يطلعش منها بأي نتيجة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لسيدنا ابن عباس ما دعالوش بكثرة القراءة، انما دعا له بالفهم. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي حاجة اهم من القرايه واهم من الفهم وهو العمل. انا ممكن اقرا كل الكتب اللي ورايا دي وافهمها وما اعملش بيها، ابقى شخص ظاهري يخالف باطني، شخص منافق. موضوع القرايه انا قريت الكتب اللي ورايا دي ان شاء الله. موضوع الفهم ما اعرفش، انتوا بقى اللي تحددوا اذا كنت انا فاهمها ولا لا. موضوع العمل دي حاجه بيني وبين ربنا. لكن النصيحه ليك في الاخر، اشتغل على الاملا شويه عشان الاملا بتاعتك بتلطم على وشها.
فيديوهات الذكاء الاصطناعي او الاي اي بقت فعلا مرعبه. بقينا نشوف الفيديو من دول مش عارفين هو فعلا ذكاء اصطناعي ولا حقيقي. عشان كده اي حد بيصنع الفيديوهات دي يهمه الحكم الشرعي اللي انا هتكلم عنه. لما تعمل حاجه الناس تتلخبط فيها هي حقيقه ولا خيال، ده اسمه في الاسلام غرر وخداع. ساعات بتكلم على فيديو اي اي والناس تقول عليه حقيقي، ساعات العكس يحصل. لسه اول امبارح منزل فيديو حقيقي ناس كتير قالوا ده اي اي، ده ذكاء اصطناعي. زي ما انا قلت لك ده اسمه غرر في الإسلام. الإسلام نهى عن الخداع، عن خداع الناس والتدليس على الناس. عشان كده لو انت حابب تعمل فيديو ذكاء اصطناعي لازم تكتب عليه انه ذكاء اصطناعي. ما ينفعش تدلس على المسلمين وتخدع الناس، لازم تعمل عليه لوجو ان هو اي اي. غير كده اي حد هيشوف الفيديو ده وهينخدع فيه هيكون في ميزان سيئاتك وانت هتاخد عليه سيئات. موضوع ان الذكاء الاصطناعي اصلا حرام عشان رسم ده ليه فيديو تاني هتكلم فيه عن حكمه باذن الله. بقى تنقلوا الفيديو عشان الحكم الشرعي ده مهم جدا لكل الناس. اعتقد ان اغلبكم شاف الفيديو المؤلم ده بتاع الحاج اللي بيحاول يركب العربية والتباع واقف له على باب العربية والسواق مصمم ان يسوق لحد ما الحاج وقع على وشه. انا مقدر ان الحاج ممكن ما يكونش ليه مكان جوه العربية، لكن مش قادر افهم ازاي ما فيش حد من الشباب دول قامله من على كرسيه وركبه وان شاء الله هو ينزل ويكمل مشواره مشي. دي مش منا، ده اي حد عنده انسانية هيعمل كده. ده ابوك يا ابني، ده والدك يا حبيبي. انا مقدر ان ممكن تكون العربية مش رايحة المكان اللي رايحه الحاج والتباع بيحاول يفهمه ان هي مش رايحة المكان بتاعه، لكن كنت تقدر تخبط للسواق تخبيطة صغيرة اللي انت بتخبطها له لما بتلاقي 2 جنيه ولا 3 جنيه عشان تركبهم. يعني كنت تقدر توقف العربية بدل ما الحاج يقع على وشه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. المنظر ده منظر بشع، انت ما ترضاهوش لنفسك لما تكبر ولا ترضاه لوالدك. وللأسف كتير من الشباب جوه العربية بيبصوا الحاج وبيضحكوا. الموقف مش مضحك خالص خالص خالص، وانتهى نهاية أليمة جدا. أنا آسف جدا يا والدي، وأعتقد إن كتير اتأسفوا لك، وأسأل الله عز وجل إن لم تجد رحمة في الأرض أن يرحمك هو ويرحمنا جميعا. من لا يرحم لا يرحم. متشكر جدا لمجموعة البنانيت اللي لسه مقابلني من شوية، فضلوا من بعيد كده منبهرين وفرحانين ويشاوروا عليا ويقولوا الشيخ الشيخ الشيخ. والله أسعدتوني وحسستوني ببهجة، وحسيت قد إيه إن أنا مؤثر بدرجة كبيرة جدا في الجيل بتاعكم ده. بس هي تفصيلة صغيرة لو أنا يعني مش هضايقكم، أنا اسمي علاء مش وليد. ليه بتطلع تستظرف؟ لا والله مش بطلع استظرف ولا حاجة، ما أنا أصلا ظريف ودمي خفيف، وكل اللي حواليا بيقولوا لي كده. مش عارف بقى بيطبلوا لي ولا ايه. لا ان شاء الله المتابعين حتى بتوعي بيقولوا لي اللي انت ظريف وبتاع. مش عارف، يمكن تطبيل، يمكن مش عارف. للأسف خلاص الشمس طلعت من مغربها، وده حصل في سوريا بلدتنا الشقيقة، ربنا يحفظهم يا رب. دي العلامة اللي لما بتحصل بيغلق عندها باب التوبة، يعني اللي لحق تاب خلاص كان موضوع وعدى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عايز أبشرك وأقول لك إن كل الكلام اللي فات ده كان إشاعة. أيوة من علامات الساعة ظهور الشمس من مغربها، أيوة العلامة دي لو حصلت بيتقفل عندها باب التوبة. لكن كون العلامة دي اتحققت وكونها حصلت في سوريا الكلام ده مش سليم. لو حصل يعني مش هيحصل في بلد واحدة، لأن الشمس مش بتطلع عند بلد واحدة وبس. يعني الخبر نفسه بيكذب نفسه. الناس اللي كل شوية بينشروا الإشاعات دي بيبقوا عايزين مشاهدات، كل يوم والتاني يقولوا لك إن علامات الساعة الكبرى اتحققت عشان يخوفوك وتجري تشارك الفيديوهات بتاعتهم. أنا مش عايزك كل كلام تسمعه تصدقه، عايزك تسأل نفسك السؤال الأهم. لو ده بالفعل حصل والشمس طلعت من مغربها واتقفل باب التوبة، أنت كان هيبقى موقفك إيه؟ يا ترى دلوقتي كان زمانك مطمن ولا قلقان؟ وعايزك تعرف ان الموضوع كده ما انتهاش، لاننا ممكن نصحى بكره نلاقي الشمس طلعت من مغربها. يعني ما فيش حد مننا في امان، عشان كده لازم تبادر بالتوبه النهارده قبل فوات الاوان. وصل الفيديو ده لغيرك لعله يكون سببا في توبه احدهم. دي لحمه عسله ان شاء الله تكون لحم حمير هاكلها برضه. حلو، بدي طاقه كمان. صدق ان انا عايز ارفص. طبعا راجل عسل، والمصريين مشهورين ان هم دمهم خفيف وزي العسل، يعني كفايه اللي انا منهم يعني. ان اكل لحم الحصان حلال، حلال على قول جماهير اهل العلم، يعني على قول الشافعيه وعلى قول الحنابلة.
مكروه عند المالكية لكن جائز، وعند الحنفية ممكن يصل إلى حد التحريم، لكن القول الأقرب هو قول الجماهير إن أكل لحم الحصان جائز وحلال. بعض الصحابة قالوا ذبحنا حصانا أو خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه، وفي حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أكل لحم الخيل، لكن أكل لحم الحمار حرام، اللي هو الحمار الأهلي. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية اللي هي بتمشي في الشوارع دي يوم خيبر، لكن لحوم الحمر الوحشية حمار الوحش حلال. ان التحريم على الحمر الاهليه مش الحمار الوحشي. فرق بين الحلال والحرام والمستقذر. ايوه انت ما تاكلش لحم حصان لكنه حلال، ما تاكلش لحم حمار وحشي لكنه حلال، غيرك ياكلهم. ففرق بين موضوع الحلال والحرام وموضوع ان انت تقبل تاكله او ما تاكلوش. بس انا حبيت اقول لكم المعلومه الفقهيه البسيطه دي، ويا ريت انتوا بقى تنقلوها. مع السلامه، سلام عليكم.